أكن لك إيه أكن لك إيه وأنا في كونك يا دوب حبة من الرمل اللي دست عليه. أكن لك إيه أكن لك إيه وأنا في كونك يا دوب حبة من الرمل اللي دست عليه. أكن لك إيه وكيف رح أكون وكيف يحصل وكيف المية تبقى وقيد لقلب النار وكيف البحر يبقى مطار وكيف اختار صديق يسأل يومين عنك ما ينفعنيش، أخوكي بس مش منك ما ينفعنيش. حبيسك واترمي في سجنك موافق أعيش. يا حبيبي وحشني وروحي فيك وبقالي زمان. يا حبيبي وحشني وراضية بيك توحشني كمان. يا حبيبي وحشني وروحي فيك وبقالي زمان. يا حبيبي وحشني وراضية بيك توحشني كمان. يا حبيبي وحشني 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 يا حبيبي. النهارده القصة اللي هقولها لكم دي قصة حقيقية حصلت في أحياء الشعبية اللي هي حي شعبي ومش شعبي في نفس الوقت. هي حي العباسية. كان زمان فترة الستينات والسبعينات كان حي العباسية ده من الأحياء الراقية جدا. كان فيه كل البشوات والحكم دار القاهرة وكلهم ساكنين في العباسية. وكان لسه ما جاتش جت بقى بعد كده ايه مدينة نصر ومصر الجديدة والحاجات دي ما كانتش لسه جت. فحصل بقى ايه في طبعا حكايات كتيرة قوي بتحصل في الأحياء دي لأن ايه بيبقوا قريبين من بعض قوي، أقرب لريف يعني زي الريف تقريبا. طبعا الجيران مع بعضهم كلهم عارفين بعض كويس قوي لأن في الفترة دي لما حصل الإيجار قوانين الإيجار القديمة خلت الناس كلها كل واحد في مكانه ما بيقدرش يسيب مكانه. لأن عبد الناصر لما عمل قوانين الإيجار دي خلى الشقة اللي كانت مثلا ب60 جنيه بقت ب8 جنيه. هو مش هيقدر يسيبها وياخد شقة تانية لأن فبدأت الناس تستقر في أماكنها وبدأوا الناس يبقوا إيه كلهم عارفين بعض وإيه والأولاد بيكبروا. المهم في وسط القصة دي كلها كان في قدامنا بيت الأب عنده حوالي 4 بنات و3 ولاد. الأب ده سكرتير مدرسة وراجل طيب جدا ومحترم جدا. كانت أكبر بنت البنات اسمها ليالي. ليالي دي كانت جميلة أوي بتفكرني كانت في ممثلة كانت بتمثل زمان اسمها ليلى شعير، نفس الأسلوب والطريقة والشكل كانت جميلة جدا. وكان في قدامها لما كانوا صغيرين يعني كانوا مثلا في أولى إعدادي 6 ابتدائي 5 ابتدائي وقدامها شاب اسمه كمال. كمال ده كان وسيم قوي برضه كان أكبر منها بسنة يعني هي مثلا في أولى إعدادي وهو في تانية إعدادي. وإيه ويخرجوا مثلا يقولوا إيه تعالوا نروح النادي. يروحوا النادي سوا بمعرفة أهاليهم يعني لأن إيه طبعا الأماكن دي بيبقوا زي إخوات يعني. لأن إيه هتروح معانا رايحين النادي النهارده رايحين يلا. كان بيروحوا النادي قريب من البيت
يقعدوا بقى في النادي يلعبوا تنس طاولة، يلعبوا أي حاجة، يعني إيه بيقضوا وقتهم بشكل إيه ظريف، ويرجعوا البيت خلاص. يعني إيه يعني ما فيش أي أي هدف ليهم غير إن هم يقضوا وقت ظريف مع بعضهم. طبعا الوقت بيكبروا والزمن بيمر، وجت ليالي دي وصلت تالتة ثانوي. هي كانت دخلت ثانوي تجاري، وكمال كان دخل خلص الثانوية العامة ودخل الجامعة، دخل كلية من كليات الفنون. وليلى كانت فنانة على فكرة، وهو كمال فنان برضه، اسمها ليالي، يقولوا لها يا ليالي أو يا ليلى حاجة كده. مهم، فحصل ما بينهم أما كبروا شوية بدأوا يحسوا إن هم بيحبوا بعض، وأساسا هم أصدقاء وجيران. فبدأ الحب يدب في قلوبهم. فبمجرد ما هو كمال دخل الكلية، خدها معاه الكلية يعرفها بزمايله، زمايله الجداد اللي هو اتعرف عليهم في الجامعة. من ضمنهم كان في ناس زمايلها هي في إعدادي وفي ابتدائي وكده. المهم كبرت ليالي طبعا، خلصت وقالت لازم اشتغل، انا هقعد في البيت اعمل ايه؟ واشتغلت فعلا في مكان ما، وهو كمال كان لسه في الكلية، وصل مثلا سنة ثالثة. بدأ كمال يمل من ليالي. ليه؟ شايف قدامه بنات كتير صحابه، وشايف ليالي مشغولة في شغلها، ومبقوش يروحوا النادي زي زمان، مفيش وقت طبعا لأن الحياة اتغيرت. هو في الجامعة، بيقعدوا في الجامعة بيسهروا بالليل، وهي بتبقى في شغلها، ترجع بالبيت، ويا دوبك الكلام بقى ما بينهم مجرد جوابات. بعت له جواب: انت ما بتجيش ليه؟ انا عايز اشوفك ومش عارف ايه. المهم في النهاية اتخرج جمال من الجامعة. كمال اتخرج من الجامعة، وليالي مستنياه كل ده، وبيجي لها عرسان طبعا، انها بنت جميلة ومؤدبة جدا. المهم امها بتقول لها: يا بنتي انت قاعدة مستنية ايه؟ ناس جايين لك من الشغل عندك، حتى جايين يخطبوكي، والناس دول مش قليلين. قالت لها: انا مستنية كمال يا ماما. قالت لها: وكمان ما يجيش يخطبك ليه؟ قالت لها: هو لسه ما كونش نفسه. قالت لها: هيتكون نفسه امتى؟ انت نفس الناس يا سيدك بقى قد ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي وصلتي حاجة و20، 23، 24، وبقيتي صغيرة. حتى لو يجيب اهله ويرتبط بكلمة حتى فتحة، مش طالبين منه اي حاجة. فكمال راح لأمه، وأبوه قال لهم: أنا عايز أقرأ فاتحة على ليالي. أمه كانت رافضة، قالت: أنا ما أقدرش أوافقك على كده إلا لما أكون واقف على رجلي، ما أروحش أنا لحد وأقول لهم أنا طالبين بإيد بنتكم إلا لما أحس إن أنت واقف على رجليك وعندك شقة وعندك، بحيث إن أنا أنا ما أروحش أتكلم كلام، أنا مش صغيرة، وما عرضش نفسي وما عرضكش أنت لحاجة أنت مش قدها. أنت مش قد الجواز دلوقتي. إذا كانت بتحبك حقيقي تستناك. طبعا أم ليالي تقول: لا، الموضوع مش كده، الموضوع إن هو واضح إن هو اللي مش عايزها، مش موضوع أهله. حتى كان جه هو من غير أهله، أنت حسيت إن هو عايزها، لكن لا، ده كده الموضوع هيضيعوا عليك عمرك يا بنتي. ولا في إيه يا ليالي؟ إيه اللي بينك وبينه بالظبط؟ فهميني، وصلتوا لغاية فين؟ طبعا كلام جارح جدا. عايز اقول لها انك انت في بينك وبينه علاقات بقى اكتر من اللازم، وعملتوا ايه مع بعض وفي ايه. والام بدأت تتساءل تساؤلات كلها جارحة لليالي.
هي قالت لها يا ماما انا مهذبه وانت مربياني كويس، انا عمري ما اعمل الغلط. قالت لها انا ماليش دعوه بالكلام ده، طالما بتحبيه يبقى ممكن تعملي اي حاجه، اثبتي لي انك انت كويسه وانك انت ما فيكيش حاجه، وافقي على الجواز ده، هو ده الاثبات الوحيد ليا انك انت فعلا كويسه. قالت لها يا ماما اللي انت عايزاه اعمليه. وجه العريس قعد معاها وقعدت معاه، وكان بالبكا خطبت وكتب كتابها واتجوزت فعلا. وهو العريس كان مستعد ماديا فعلا وعنده شقة وعنده بيت واتجوزها وعاشت معاه وحاولت انها تحبه، ما قدرتش. فهي ليالي كانت فيها ميزة حلوة قوي وعيب في نفس الوقت، صريحة لدرجة فظيعة. قالت لها محمد أنا اتجوزتني وما سألتنيش أنت كنت بتحب حد ولا لا؟ أنا كنت بحب واحد اسمه كمال وزلت بحبه لغاية النهاردة، وأنا اتجوزتك لأن أنت إنسان كويس في عرف أمي وعرف إخواتي وعرف الناس كلها، راجل كويس، بس أنا لسه ما زلت بحبك كمان. قال لها طب وأنا ذنبي إيه في ده كله؟ توافقي ليه على جوازي لما أنت بتحب حد تاني؟ قالت له إلحاح أمي. لا إلحاح أمك يظلمني أنا؟ قال طب أنت عايزة إيه دلوقتي يا ليالي؟ هي كانت خلفت ساعتها بنت، البنت اسمها سالي، البنت كانت جميلة أوي أوي. قالت له أنا عايزة أقابل جمال بس بمعلوميتك أنت، لازم تكون أنت عارف أنا عمري ما بعمل حاجة من ورا حد، أنا عايز تقابلني ليه؟ قالت له عايز أعرف إذا كان لسه عايزني ولا لأ، إذا كان هو عايزني طلقني أنا هتجوزه، لأن أنا بس ما زلت بحبه مش قادر أنسى إن أنا بحبه. قال لها طيب اتصل بيه قدامه. خدت ميعاد وراحوا قعدوا في مكان في جروبي ومش عارف ايه. قالت لها عايزه ايه يا ليلى في ايه؟ قالت له بص يا جمال انا اتجوزت من 2 أو من 3 سنين ومانيش سعيده يا جمال، استنيتك على قد ما اقدر وانت ما جيتش، انا مش قادر اخلص من حبي ليك يا جمال، انا لسه بحبك. قال لها طب وانا ما بكرهكيش وانت عارفه ان انا بحبك برضه، بس انت اتسرعتي واتجوزتي. قالت له الحق امي والضغوط اللي كانت عليا كان لازم اقبلها. قال لها طيب وانت ايه المطلوب دلوقتي؟ قالت له المطلوب انت تقبلني لو انا اتطلقت من جوزي. قال لها طبعا لا طبعا. قالت له لا ليه؟ قال لها لو هتطلقي مخصوص عشان خاطري يبقى لا، لكن لو انت انفصلتي بالصدفة من غيري وعشت حياتك خلاص لانك مش عارفة تعيشي معاه، الحالة دي ممكن افكر، لكن تسيبيه عشان خاطري انا ده اللي مرضاهوش. ثانيا انت عندك بنت، البنت دي برضه منتسبة لابوها طول العمر، حكمي عقلك يا ليالي وارجعي لجوزك وحاولي تحبيه. قالت له مش قادر احبه، مش قادر احبه يا كمال. قالت له ما عندوش الرومانسية خالص، انسان واقعي جدا جدا جدا، كل تفكيره في المشاريع، كل تفكيره في ان ازاي يجيب فلوس، كل تفكيره في ان ازاي يرتقي ويعمل شركات تصدير واستيراد ويجيب حاجات بالاجل وحاجات ويبيع ويشتري ويتعرض لحاجات كتير بيعرضني انا كمان ليها، لان الناس اللي بياخدوا منه الحاجه ما بيدفعوش، ويجي لاصحاب الحاجه الاساسيه يحجزوا عليا وعلى شقتي انا عايشه معاه مش مستقره. هو طموح جدا وبيعرضني انا من غير ما يقصد لاشياء كتيره انا في غنى عنها، وانا اساسا ما بحبوش، لو بحبه هتحمل، لكن انا ما بحبوش. ليالي حاولي انك انت تستقري عشان بنتك دي، عشان وانا بالنسبه لي انا رافض خالص انك تطلقي عشان تتجوزي، انا
حتى لو اتطلقت بالسبب ده انا مش هاخدك. المهم رجعت ليالي وجوزها قاعد مستنيها وايه وكمان وصلها لغايه البيت. قال لها انت مش خايفه ان انا اوصل؟ قالت له ما هو عارف، واقف في البلكونه وعارفك كمان، انا قايله له كل حاجه، انت عارف يا كمال انا ما بعملش حاجه من ورا حد، انا مش بسرق. المهم جه بقى ايه، راحت لجوزها وقالت له، قال لها حصل ايه؟ قال لها حصل كذا كذا كذا. قال لها خلاص لو سمحتي ما تجيبليش سيره كمال ده تاني خالص، وعيشي في بيتك ولو انت بتحبيني او ما بتحبينيش انت حره، دي حاجه ترجع لك انت. انا بالنسبه لي مستقر ومعايا بنتي وانت عايشه معايا وخلاص، مش هطلب منك، مش هستجدي منك الحب، انت حره عيشي حياتك زي ما انت عايزه، اديكي عايشه معايا اهو في البيت ومعاكي بنتك وانا بعاملك انت شايفه معامله حسنه. لكن انا بالنسبه لي الكلام ده برضه مأثر في نفسيتي جدا جدا، لان انا كنت اتمنى اتجوز واحده تحبني. المهم في النهايه لسه بتحبه برضه كمال، مصممه على الطلاق من جوزها. المهم عاشت مع جوزها بقى حياه صعبه جدا. في النهايه حكم الزمن عليها انها تسافر مع بنتها. بنتها سافرت فرنسا، سافرت الاول تقريبا الجزائر مش عارف ولا المغرب، وبعد كده راحت لفرنسا، وهي قالت ما اقدرش اسيب بنتي لوحدها، بقى تروح معاها في كل حته. استقروا في الاخر في فرنسا، وهو لما حس انها خلاص بقى ايه يعني هي مش بتحبه اساسا، طلبت منه الطلاق وكده مرضيش، تقريبا عملت خلع. المهم سابته وايه، وطبعا في مشاكل بقى بتحصل في حكايه الانفصال دي، الشقه من حق مين والشقه مش عارف، الشقه كانت بتاعته هو. المهم ساب الشقه وراح مكان تاني وساب وكان اتعرض بقى هو لمشاكل كتير قوي بعد ما ساب ليالي. كان هو من حي العباسيه برضه، وفي بنات بيحبوه بيقولوا له انهم بيحبوه، ولما جم في الواقع وفي الحقيقه ولا بيحبوه ولا حاجه، هم بيحبوا مصلحتهم، لدرجه ان هم لما جاب لهم ذهب ومش عارف ايه عشان يتجوزهم بقى عشان خلاص يستقر هو كمان، سرقوا الحاجات دي ومشوا وما اتجوزوهوش. وبعد كده هو اختفت كل المعلومات عنه، وكل اللي نعرفه عن ليالي انها عايشه في فرنسا على امل ان كمال يرجع لها برضه. هي كبرت دلوقتي ليالي ودخلت في الستينات، يعني مبقتش صغيره، ومع ذلك ما نسيتش كمال. كمال طبعا عاش حياته واتجوز وخلف، وبقت بالنسبه له ليالي دي ذكرى ايام الطفوله، ذكريات عزيزه عليه، لكن عمره ما هيفكر ياخدها، وما زالت هي بتفكر لغايه اخر لحظه في حياتها بتحبه برضه. فانا ما شفتش حب للدرجه دي، حب للنهايه ده خلاص، يعني هما عايشين كام سنه، لدرجه ان هي صعبانه عليا، والله صعبانه عليا جدا جدا. وانا كلمت كمال في نفسي قلت له ما تاخدها يا كمال، قال لي لا اخدها ايه، السن دلوقتي ما فيش فيه اخد ولا عطا، السن انا هو حصل ان كمال انفصل عن زوجته، مش انفصال كامل يعني، ومع ذلك عايش لوحده وهي عايشه لوحدها. قال لي بس انا دلوقتي في سن ما يسمحش ليا بالجواز، انا في سن خلاص، يعني انا ايه، يعني انا دلوقتي داخل في الستينات، في اواخر الستينات، هتجوز اعمل ايه بالجواز؟ مش هينفعني الجواز دلوقتي، لان ايه انا الوحده عندي احسن من جواز فاشل. هي راحت عايشت مع بنتها وهو عايش لوحده، وما زال الحب ما بينهم لسه بيدق قلبها باسمه لغايه النهارده. وكل ما بتيجي مصر بتيجي بتسأل عليه كمال فين وعمل ايه وراح فين، ما زالت لسه بتحبه
وبناتنا المصريين للاسف يعني اما بيرتبطوا بكل كيانهم، وده مش يعني هو كويس طبعا ان الانسان يرتبط بكيانه كده وبكل احاسيسه، لكنه المفروض يكون له نهايه. حتى الحب المفروض يكون له نهايه. المفروض الحب برضه البعيد عن العين بعيد عن القلب. خلاص انسي يا ليالي، انسي. ازاي انت مش قادره تنسي كل يعني فات على عشرتكم وحاجتكم اكتر من 40 سنه داخله في 50 سنه. خلاص قصه وانتهت، اعتبريها ذكرى. مفيش فايده، هي برضه لسه بتحب. ودي قصه اسمها حب لنهايه. ودي قصه حقيقيه على فكره والله، وافرادها حقيقيين جدا جدا. لكن اهو نصيبهم كده وان شاء الله نلتقي في حكايه تانية باذن الله.